في رحلة غريبة لجزيرة بلاجادو في اليونان، بيقرر الملياردير غريب الأطوار مايلز دعوة أصدقائه القدامى إنهم يقضوا الأجازة على جزيرته الخاصة. لكن سبب دعوتهم مش بس الاستجمام في الجزيرة، لكن مطلوب منهم مهمة غريبة، وهي حل لغز وهمي عبارة عن لو هو اتقتل مين فيهم اللي ممكن يقتله. بس يا ترى ايه اللي هيحصل لو الهزار اتحول لجد، لو اللعبة بدأت تتحول لأحداث حقيقية؟ وكمان اللي بيخلي الأمور تتعقد أكتر إن واحدة من الدعوات الرحلة بتوصل للمحقق الجرائم الشهير بونوا بلون، اللي بيلاقي نفسه في وسط مجموعة أصدقاء في رحلة غريبة وغير عادية على الإطلاق. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ فيلمنا النهاردة هو فيلم Glass Onion A Knives Out Mystery، واللي بيعتبر من أواخر الأفلام اللي ودعنا بيها سنة 2022، وحقيقي كان مسك الختام لعام سينمائي متميز جدا. طبعا الفيلم Glass Onion هو الجزء الثاني من فيلم Knives Out اللي صدر عام 2019 وحقق نجاح كبير جدا، وده اللي شجع منصة الشركة المنتجة إنها تدعم المشروع بكل طاقتها وتحوله لسلسلة كاملة بطلها المحقق بونوا بقيادة الكاتب والمخرج المبدع رايان جونسون، واللي واضح انه كان متأثر بأفلام الجريمة الكلاسيكية لصناع أفلام كتير زي المخرج ألفريد هيتشكوك وزي كاتبة الغموض الأشهر أجاثا كريستي. وده واضح جدا في أجواء الفيلم وفكرة تجمع مجموعة كبيرة من الأشخاص في مكان واحد، والجريمة اللي بتحصل في فترة زمنية قليلة. من أهم مميزات فيلمنا النهاردة إنه مش مجرد فيلم غموض وجريمة وخلاص، لا ده نقدر نقول عليه فيلم حواري في المقام الأول، لأنه مليان حوارات فلسفية عميقة، وده اللي بيخلي الفيلم صالح للمشاهدة أكتر من مرة علشان تستمتع وتستكشف الحوارات الممتعة دي، مش بس عشان تحل لغز الجريمة. فيلم جلاس أونيون بيشهد عودة الممثل المبدع إدوارد نورتون في دور مايلز، وحقيقي أدى الشخصية بتمكن رهيب، وده طبعا بجانب بطل السلسلة دانيال كريغ، وكمان مجموعة من الممثلين الموهوبين زي كيت هاتسون وجانيل مونو. فلو حد بيدور على فيلم غموض وجريمة من العيار التقيل، أنصحه ما يفوتش فيلمنا النهاردة، لأنه عبارة عن حوالي 2.3 ساعات من المتعة، ونقدر نخليه في قائمة أفلام 2022 اللي ما ينفعش تفوتها. كمان الفيلم صالح للمشاهدة للتصنيف العمري فوق 16 سنة. في نهاية حلقتنا بنتمنى تكونوا استمتعتوا بترشيح النهاردة، وياريت تكتبوا لنا في الكومنتات عن رأيكم في الفيلم، وتقولوا لنا ايه أكتر نوعية أفلام حابين تشوفوها في حلقاتنا الجاية. وما تنسوش لو عجبتكم حلقة النهاردة تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، واستنونا في حلقات قوية جدا معايا أنا دعاء إبراهيم في ترشيحات بيهايند. وكل سنة وانتوا طيبين.